سلام الله عليكم مشاهدينا الكرام، نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير بصحة جيدة يا رب للجميع. اليوم غادي نقدم معكم كتلة مشوية على الفحم بتتبيلة رائعة وكتخلي اللحم يجي فتي ولذيذ بزاف. نبداو على بركة الله. كنضيفو اللحم ديال الكتليت، وغادي نبداو على بركة الله غنضيفو له التتبيله. كنضيفو الملح، كنضيفو الكمون، شويه ديال البزار، شويه ديال الخرقوم، سكينجبير، تحميره، بابريكا، شويه ديال السودانيه، شويه ديال زيت الزيتون وزيت المائده، وكنقطعوا واحد البصله رقيقه بهذا الشكل هذا. هاد الكوتليت كيجي زوين وبنين بزاف. وكنضيفو القزبر حبوب مطحون، وكنبداو على بركة الله كنخلطوا هاد اللحم ديال الكوتليت حتى كندمج مع هاد التتبيله اللي عملنا ليها. كيجي بنين بزاف. وكنضيفوا الحامض او الخل اللي متوفر، انا ضفت الحامض. ودابا على بركة الله غادي نبداو نشويوه فوق الفحم بهذا الشكل هذا. حتى كنساليو جميع الكميه اللي عندنا. كيجي فتي بزاف وبنين. وهو بعد ما وجد الكوتليت كنقدموه بالصحه والراحه، ونتمناو دعم القناه والاشتراك. وشكرا جزيلا لجميع المشاهدين، وعيدكم مبارك سعيد بالصحه والسلامه للجميع يا رب.